شوبير يعلن عن مفاجأة في موقف النادي الأهلي من التعاقد مع كاراسو مهاجم سان تيتيان الفرنسي السابق بعد انتهاء عقده مع فريقه الفرنسي وأنه أصبح لاعب مجانا. تحدث أحمد شوبير ورد على كل ما يقال بشأن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع جان فيليب كاراسو المهاجم الإيفواري والذي انتهى تعاقده مع ناديه سان تيتيان الفرنسي وأصبح لاعب حر. قال شوبير: مصدر قال ان كل ما يقال عن التفاوض مع كاراسو مجرد اجتهادات ويقع تحت بند الشائعات، وتقدمنا عرض بمبالغ كبيرة غير صحيحة على الإطلاق. المصدر قال أيضا أن الأهلي في الفترة الحالية غير مشغول بغير مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ولا حديث عن أي شيء آخر. والجدير بالذكر بان مصدرنا من الاهلي قال لنا كده بالنص: اي حد هيقول لكم دلوقتي ان الاداره مش مشغوله بملف الصفقات يبقى كلام كذب في كذب، لانه من المستحيل ان احنا نكون في شهر 6 والاداره مش مهتمه بملف الصفقات.